المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهل كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. رئيس وزراء إيطاليا يزور إريتريا. ورشة عمل فيما يتعلق بالموارد البشرية في العاصمة أسمرة. أنشطة حفظ المياه والتربة بالجنوب. مقتل 31 على الأقل في انهيار أرضي بشرق أوغندا. مقتل 7 فلسطينيين في احتجاجات على حدود قطاع غزة. والآلاف يخرجون في احتجاجات متنافسة في برشلونة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. زار رئيس وزراء إيطاليا جوزبي كونتي البلاد، والتقى الرئيس إسياس أفورقي باحثا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. تفاصيل الزيارة في التقرير التالي. قام رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي بزيارة عمل رسمية لإريتريا يوم أمس الجمعة 12 من أكتوبر استغرقت يوما واحدا. وقد استقبل الرئيس إسياس أفورقي والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ضيف البلاد رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي لدى وصوله مطار أسمر الدولي قبل ظهر يوم أمس بمراسم الشرف والسلامين الوطنيين لإريتريا وإيطاليا. وأجرى الرئيس السياسي أفورقي ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي مباحثات في قاعة هاجر حول تطوير العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشار الجانبان إلى أن تحديث العلاقات التاريخية الإريترية الإيطالية تعتبر استثنائية لكونها تجري في الوقت الذي تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي مرحلة انتقالية هامة ومبشرة، وتوصل إلى تفاهم للدفع بتعاون الشراكة بين إريتريا وإيطاليا خاصة ودول القرن الإفريقي عامة. وهنأ رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي في التصريح الصحفي الذي أدلى به بالاتفاق الشامل للسلام والصداقة الموقع بين إريتريا وإثيوبيا في 9 من يوليو الماضي بأسمرة، والذي أنهى حالة الحرب وفتح صفحة جديدة للسلام والتعاون، مؤكدا على استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل لتطبيق الاتفاق. وأوضح بأن إيطاليا وانطلاقا من هذا المناخ المبشر ستتعاون في مجالات الاستثمار ومشاريع التعاون والبرامج التعليمية والتأهيل الفني والمهني، والقيام بدورها للدفع بعلاقات إريتريا مع الاتحاد الأوروبي. وقال مستشار الرئيس السيد يمان جبرآب أن لإريتريا وإيطاليا روابط تاريخية، لكن العلاقة بين البلدين لم تتطور بالمستوى المأمول لمختلف الأسباب، موضحا بأن إريتريا وإلى جانب الروابط التي خلقتها مع دول القرن الإفريقي ستعمل لبناء علاقات على أساس الاحترام والمصلحة والشراكة المتبادلة مع مختلف الدول، وأن الارتباط الذي تقوم به مع أي دولة ينطلق من هذا الفهم. حضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومستشار الرئيس السيد يمان جبرآب، وسفير إريتريا في إيطاليا السيد فسحتيان بطرس، ومدير مكتب الرئيس السيد أمين حسن. ومن الجانب الإيطالي سفير إيطاليا في إريتريا السيد ستيفانو موسكاتيلا، والسفير والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء السيد بيترو بيناسي، والمستشار العسكري لرئيس الوزراء الأدميرال كارلو ماسالي، والمتحدث باسم رئيس الوزراء روكو كازالينو، ومسؤولين آخرين. وقد أقام الرئيس السياسي أفورقي مأدبة غداء على شرف رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي والوفد المرافق له. وقام رئيس وزراء إيطاليا بجولة في شوارع أسمر وخاصة شارعي الحرية ونقفة، وتفقد المباني التاريخية. هذا وغادر رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي البلاد بعد ظهر اليوم بعد زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا. نظمت وزارة العمل ورشة عمل في 12 من أكتوبر في العاصمة أسمرة حول الدراسة والنتائج التي جرتها بالتعاون مع وزارة الحكومات المحلية حول الموارد البشرية العاملة في الأقاليم الستة. وأوضحت وزير العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول جبرآب في الورشة التي نظمت ليوم واحد بمشاركة المسؤولين في الحكومة والجبهة والمدعوين أن استقرار وأمن الوطن يأتي بالمواطن الموجود في سن العمل وضمان وجودة العمل، مشيرة إلى أن احترام العمل يؤدي لرفع الإنتاجية إلى جانب تنمية الادخار لاستقرار الحياة المعيشية الاجتماعية.
وقالت إن الدراسة شملت المرأة المكدة ليلا نهارا في العمل الخاص، ويتوجب على الجميع المشاركة ليكون العمل ضامنا للسلامة البيئية ويحترم الحقوق الأساسية ويوسع العمل. وأوضح مسؤول قسم العمل في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية سيد ولد سلاسي إلياس الذي شارك في إعداد الدراسة أن الهدف استكشاف القدرات البشرية العاملة كما ونوعا، مشيرا إلى أن قانون العمل الإريتري يوضح أن القدرات البشرية التي تستطيع المشاركة في العمل هي من عمر 14 وفوق. وذكر أن الدراسة شملت 7,000 أسرة أخذت كنموذج من الأقاليم الستة في عامي 2015 و 2016. وأوضح مسؤول فرع العمالة في الوزارة السيد حاجوس مبرهتو أن القدرات البشرية العاملة في إريتريا تبلغ حوالي 1,500,000 من جملة تعداد الشعب الإريتري، ويعمل من هذه القدرات نسبة 3.5% إلى 52,000 فقط. وبحثت الورشة الدراسة ونتائجها، حيث أكدت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤي جبرآب أن الدراسة هامة وقدمت بصورة واضحة. أفاد مكتب وزارة الزراعة في الإقليم الجنوبي أن أنشطة النفير المنظمة في الإقليم لحماية التربة وحفظ المياه والحواجز والسدود التي شيدتها الحكومة أسهمت في الاستقرار البيئي وتنمية المياه الجوفية. وأوضح مسؤول حماية التربة وحفظ المياه والتنمية المروية في المكتب السيد تخلى هيمان الزرعي أن الحواجز الإسمنتية التي شيدتها الحكومة عام 2014 في 12 موقعا بمديرية دبروة وموقعين في مديرية دك أمحرة، والحواجز الحجرية المشيدة في مديريات ميمنة وعدخالة ودبروة تقدم خدمات مشهودة للتنمية الزراعية ومياه الرب والسقي واستقرار التربة وإحداث التغيير البيئي. وأشار إلى اكتمال الاستعدادات لبناء حواجز إسمنتية في 12 موقعا آخرا بعد تقييم نتائجها الجيدة. ودعا المزارعين لحماية الحواجز المشيدة في مناطقهم والقيام بأنشطة مماثلة حسب قدراتهم بإشراف خبراء الزراعة. اتخذ سكان الضاحية فلفلة في مديرية هابرو بإقليم عنسبة مبادرة منسقين طاقتهم حلت من خلالها إشكالية المياه التي كانوا يعانون منها مسبقا. وأشار مراسل إيرينا إلى أن سكان مناطق فلتق وفلفلة وسبعة جرد وطبح وعين حريش ودبر إجل ونقعت لعاليت وتحاتيت قاموا بصيانة مضخ مائي كان خارج إطار العمل يجمع نصف مليون أو بجمع نصف مليون نقفة، واشتروا معدات طاقة شمسية حديثة وبنوا 6 نقاط لتوزيع المياه. وأوضح مدير ضاحية فلفلة السيد محمد سعيد إدريس لوكالة إيرينا بأنهم كانوا يشربون مياه غير نقية من وادي عنسبة بعد خراب مشروع المياه المشيد في العام 2007، مشيرا إلى حلحلة إشكاليتهم بفضل المبادرة المتخذة، ونتيجة لذلك بدأت بعض الأسر إدخال خدمات المياه إلى بيوتها. ويشتمل مشروع مياه ضاحية فلفلة إلى خزان يسع 250 برميلا و6 نقاط لتوزيع تعمل بالطاقة الشمسية وتتم رعايته وإدارته عبر إدارة أهلية. في غضون ذلك دعا مدير مدرسة الشهيد حليب سيتي الأستاذ صالح محمود إلى بناء سور للمدرسة التي قارب بناء 5 فصول دراسية إضافية على الاكتمال وترقيتها إلى المرحلة الثانوية، آخذة في الاعتبار ظروف الطلاب الاجتماعية والاقتصادية. وفيما يتعلق بالمجال الصحي، أوضح مسؤول عيادة فلفلة الممرض سعيد علي بأن الخدمات الصحية تقدم في رعاية قبل وبعد الولادة وتطعيم الأطفال والأمهات وتعزيز مكافحة الأمراض المعدية والغير معدية والمبادرات الأهلية لبناء عنابر انتظار للحوامل وغيرها من الغرف المساعدة. صرح الأستاذ حيل آب هابتاي مسؤول الأبحاث والموارد البشرية في فرع التعليم بالقاش بركة بأنه يجب الدفع باستمرار لإدخال مهارات تدريسية جيدة ومستحدثة لضمان فعالية العملية التعليمية. وفي اللقاء الذي أجراه الأستاذ حيل آب في مدينة بارونتو مع المعلمين، أهابهم لاتباع مهارات مركزة على الطالب وتساعد في نقل المعلومات ورفع القدرات، آخذة في الاعتبار الوقت ونوعية التعليم والأوضاع الموهوبة، باعتبار أن أسلوب التدريس يعد عنصرا رئيسيا وهاما في ضمان الكفاءة.
وأوضح بأن وزارة التعليم ظلت تنظم دورات على المدين القصير والطويل لتعزيز كفاءة وجودة أسلوب التدريس، وأن الدورة التي نظمت في الأسبوع الماضي ل 236 من المعلمين والمشرفين التربويين في الإقليم هي جزء من تلك الدورات. وأوضح بأن الهدف من الدورة هو تصحيح قصور الطلاب المؤكدة عبر دراسات ومتابعة التعليم وتضييق هوة الاختلافات بين كفاءة المدارس والطلاب وتحسين الكفاءة المهنية للمعلمين والخطة وأسلوب التدريس. في الختام ألقى مسؤول التعليم في إقليم القاش بركة سيد محمد علي إبراهيم كلمة أوصى فيها المعلمين لنقل معلومات جيدة للطلاب وتعزيز كفاءاتهم وتطويرها، منوها العمل الدؤوب لتطبيق الدورات المستمرة ذات التأثير المباشر. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. في الأنباء العالمية، قال مسؤول حكومي في أوغندا لرويترز يوم الجمعة إن ما لا يقل عن 31 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في انهيار أرضي بشرق أوغندا دمر منازل ودمر حيوانات. وحدث الانهيار الأرضي عصر يوم الخميس في بلدة بوكالاسي عند سفح جبال إلغون عقب هطول أمطار غزيرة. وقال مارتن أور مفوض إدارة مواجهة الكوارث معظم الناس حوصروا في السوق، ودفع الانهيار كتلا صخرية ضخمة إلى النهر الذي فاض على ضفتيه وجرفت المياه الناس بعيدا. وأظهرت صورة نشرها الصليب الأحمر الأوغندي على الإنترنت أشجارا اقتلعت من جذورها، وقال إنه انجرف أناس وحيوانات في الكارثة. وقال أور إن فرق الإغاثة تمشط المنطقة، وأضاف هناك أشخاص تشردوا يحتاجون مأوى وغذاء وجميع أشكال الدعم الأخرى، ونحن ننقل هذه المساعدات إلى المنطقة. ويمتد الموسم المطير في هذا الجزء من أوغندا والذي يبعد نحو 250 كيلومترا عن العاصمة كامبالا والقريب من الحدود مع كينيا من سبتمبر أيلول إلى ديسمبر كانون الأول. قال مسؤول الصحة في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت 7 فلسطينيين يوم الجمعة خلال احتجاجات على حدود القطاع. وقالت إسرائيل إن قواتها أطلقت النار على مجموعة اخترقت السياج الحدودي بقنبلة وهاجمت موقعا للجيش. ووفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية يرفع عدد قتلى يوم الجمعة عددا من سقطوا من الفلسطينيين منذ أن بدأت الاحتجاجات الحدودية في 30 من مارس آذار إلى 200 قتيل تقريبا. وذكر مسعفون في غزة أن هناك نحو 140 مصابا إضافة إلى القتلى 7 في يوم الجمعة. وقال الجيش الإسرائيلي إن المحتجين وعددهم نحو 15,000 كانوا يرشقون القوات الإسرائيلية والسياج الحدودي بالحجارة والعبوات الناسفة والقنابل الحارقة والقنابل اليدوية. وتتهم إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية حماس بتنظيم الاحتجاجات لتوفير ستار لشن هجمات وصرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية في القطاع، وتنفي حماس تلك المزاعم. وقال إسماعيل هنية زعيم حماس في كلمة لمؤتمر في اسطنبول وجهها من غزة يوم الجمعة إن الحركة تسعى للتوصل لتفاهمات مع عدة أطراف، وعبر عن أمله في أن تسفر تلك الجهود عن تهدئة في مقابل رفع الحصار عن القطاع. تدفق آلاف الأشخاص على الشوارع في مدينة برشلونة يوم الجمعة في احتجاجات متنافسة في اليوم الوطني لإسبانيا، الأمر الذي يسلط الضوء على الانقسامات في إقليم كاتالونيا بين من يدعمون الدولة الإسبانية ومن يريدون الاستقلال. وردد المتظاهرون المؤيدون للوحدة هتافات كلنا إسبانيا، ولوحوا بأعلام إسبانيا وكاتالونيا والاتحاد الأوروبي أثناء سيرهم في وسط المدينة، وهي منطقة عادة ما تعج بالسياح. وحمل المتظاهرون لافتات تنتقد الزعيم الانفصالي ورئيس الإقليم كيم تورا والزعيم السابق كارلس بودمان الذي يعيش الآن في المنفى الاختياري ببلجيكا. وفي منطقة أخرى من برشلونة فصلت شرطة مكافحة الشغب مظاهرة مضادة صغيرة عن الوحديين.
وفي الشهر الماضي اعتقلت الشرطة 6 أشخاص في أعقاب اشتباكات مع محتجين انفصاليين، وانتهت احتجاجات الجمعة دون وقوع حوادث. ورغم انخفاض التوتر بين مدريد وبرشلونة في الشهور الأخيرة، لا يزال حل أزمة كاتالونيا بعيد المنال، فيما يبدو مع استبعاد الحكومة السماح بإجراء أي استفتاء على الانفصال. في النبأ الأخير، شهدت قلعة ويندسور يوم الجمعة مراسم زواج الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا من جاك بروسبانك أمام حشد من المشاهير وأفراد العائلة المالكة، من بينهم ابن عمها الأمير هاري وزوجته ميغان اللذان تزوجا في نفس المكان في مايو أيار. ويوجيني هي الابنة الصغرى للأمير أندرو ثالث أبناء الملكة من زوجته السابقة سارة فيركسون. وجرت مراسم زفافها يوم الجمعة إلى بروكس بانك في كنيسة القديس جورج التي تقع داخل قلعة ويندسور وتعود للقرن الخامس عشر. وشهدت القلعة في وقت سابق من العام مراسم زواج هاري وميغان، وكان هاري وميغان من بين مجموعة كبيرة من المدعوين لحفل يوم الجمعة الذي زخر بالنجوم والمشاهير. وشهدت المراسيم الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب الذي تقاعد عن مهامه الرسمية منذ فترة. وصمم ثوب الزفاف بيتر بيلوتو وكريستوفر دي فوس من دار أزياء بيتر بيلوتو في لندن. الأميرة يوغيني حفيدة الملكة إليزابيث وزوجها جاك بروسبانك يقادران في عربة تجرها الخيول بعد حفل زفافهما بقلعة ويندسور يوم الجمعة. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.